أوقات في العمل لازم تقول كلمة لا بس بطريقة احترافية، لأنه كلمة لا إذا قلتها ممكن تحصل على ترقية وممكن تخسر كل حاجة. خليني أقول لك كيف تقول كلمة لا بدون ما تخسر أي حاجة. على سبيل المثال، مديرك أو زميلك طلب منك شغل إضافي وإنت عندك تاسكات مرة كتير. الحل هنا إنك توضح الموقف حقك بدون ما تبان إنك غير متعاون. فممكن تقول هذه الجملة: I'd love to help but my current workload is quite heavy. Can we revisit this later? لو أنت في اجتماع وأحد زملائك اقترح فكرة غير منطقية بس أنت ما تبغى ترفض وتسبب لي إحباط وفي نفس الوقت ما تبغى توافق، فممكن تقول هذه الجملة: That's an interesting idea. I wonder if we could explore other approaches that might work better in this case. مثال ثالث: لو وصلك invitation لاجتماع بس ما له علاقة بشغلك وإنت ما تبغى تضيع وقت، ممكن تقولها: I appreciate the invitation, but I believe my input may not be necessary for this meeting. Let me know if you need anything. المثال الرابع: لو أحد طلب منك تعديلات على شغلك ما هي منطقية وإنت كمان ما تبغى تضيع وقتك في أشياء ما هي مفيدة، ممكن تقول: I got your point, but I believe the original approach works best for this project. كل دي المواقف جزء بسيط من اللي حيقابلك في العمل، وعشان كده خصصنا ليها فصل كامل في المسار التدريبي لإتقان البزنس إنجليش. احجز نسختك دحين، ولو تبغى تفاصيل أكتر عن المسار التدريبي حتحصلها على الموقع.